واحد المغربي سميتو حمزه في مقتبل ديال العمر كان خدام في الخليج. واحد النهار ما عليه ما به جاه تليفون عند صاحبه. هاد صاحبه قال ليه بلي راه كاينه واحد الخدمه في تايلاند. هاد الخدمه هي مثابه ديال الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه، بواحد الصالير اللي هو كبير بزاف ومغري. يعني تقدر نتايا الا شفتي داك الصالير تقدر تقول وعيلي زعما انا غنخدم بهذا الصالير هذا. ما عليناش. سي حمزه فرحان ترونكيل خلى الخدمه ديالو، تيفكر في المستقبل ديالو في ديك الخدمه الجايه، وتيفكر في الصالير، وتيقول بلي انا نولي بخير وعلى خير. كاي شاب مغربي جاتو واحد الفرصه باش يحسن المستقبل ديالو ويحسن حياته للافضل. حتى لهنا كلشي غادي مزيان. حمزه كيجيه التليفون من عند صاحبو تيقول ليه بلي ضروري خاصك تمشي لماليزيا وبالضبط في كوالالمبور باش تلاقى مع ممثل ديال الشركه، ومن تماك غيكمل معاك هو لي بروسيدور اجراءات. حمزه هبط في ماليزيا بالضبط في العاصمه كوالالمبور، تلاقى مع داك السيد اللي هو ممثل الشركه وقال ليه تماك بلي انا غنقدر نعاونك باش تاخذ الفيزا من السفاره ديال تايلاند في الوقت قصير بزاف. من بعد ما حمزه خرجت ليه الفيزا شد الطياره من ماليزيا ومشى لبانكوك. ولكن حنا شنو غادي يوقع لحمزه؟ من بعد ما حمزه حط رجليه في المطار ديال بانكوك كيتلاقى مع بوليسيه هزه واحد الورقه فيها سميتو وكتقول ليه تبعني من مورايا. بطبيعه الحال حمزه غيبقى مدهشر. او ويلي بوليسي كيتسناني انايا ماليش داير. بزاف ديال الافكار بداو كيدوروا لحمزه في راسو. حمزه من رافق ديك البوليسيه خرجاتو من واحد الباب اللي هو سري، ماشي هو الباب اللي كيخرجوا منه المسافرين، وما قلبوش البوليس ديال تماك وما طبعوش ليه كاع الباسبور ما حتى شي حاجه، خرج نيشان. من بعد ما حمزه خرج من المطار بوليسيه سلماتو لواحد الشيفور. داك الشيفور صايب مرسيدس كحله فيمي اللي قالت ليه باللي هو اللي غيديك المقر ديال الشركه فين غتخدم. طلع حمزه طلع للطوموبيل شدوا الطريق. من بعد باش شدوا الطريق بدا كيلاحظ حمزه انه شي حاجه ماشي هي هذه. الطريق طوالت بزاف، خرجوا على المدينه بزاف، الشيفور غادي ساكت ما بغى يهضر معاه ما بغاش يتكلم معاه. حمزه كيحاول يكونتاكتي داك الشيفور ويهضر معاه ويقول ليه فين غادي يا الشريف فين غادي. الشيفور قال لك كيجاوبوا بكلمه واحده اللي هي اسكت. حمزه تماك بدا كيتزايد معاه الزايد، بدا كيحاول يحل الباب، بدا كيشوف ان الطوموبيله مسدوده من الداخل. سد الشيفور السيد غادي ما عرفش راسو فين غادي. حمزه شويه تيقول باللي شي طوموبيله تابعاهم من اللور. الشيفور حبس، العسكر تيهبطوا بالسلاح تيحلوا عليه الباب، تسمع كيقولوا ليه غو 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 غو. حمزه كيلقى راسو في الحدود ديال تايلاند في واحد المدينه سميتها ميسود. كيلقى راسو في هذاك الخلا حداه الواد، حدا داك الواد كاينه واحد الفلوكه، البوليس واقفين عليه في السلاح. تماك حمزه حس براسو انه فريمون راه صافي راه غيتخطف. من بعد دوك العساكريه حيدوا لحمزه الحوايج ديالو كاملين، بما فيه التليفون بما فيه الباسي بما فيه حوايجو كلشي حيدوه ليه. بقى غير داكشي اللي لابس. طلعوه في واحد الفلوكه، مشاو معاه شي عساكريه في الفلوكه قطعوا به للضفه الاخرى. حمزه كيعاود منين كيوصل لديك الضفه الاخرى تيلقى واحد البيكوب عاوتاني وحده اخرى فيها بوليس وعساكريه وهازين السلاحات وطلعوه للطوموبيل وتمو غاديين به. حمزه شي شويه كيعاود باللي لاحظ واحد الصور عالي غاديين كيقربوا ليه وفيه القناصه وفيه العساكريه، وكيعاود باللي داكشي اللي جاه غريب بحال داخل شي حبس. ما ليناش. حمزه تيعاود ان الطوموبيله دخلاتو مع الباب، تحل الكرياج، خرج واحد العسكري قيد المعلومات ديالو السميه الكنيه داكشي ديالك سنى عليه حمزه ودخلوا مع الباب. حمزه كيعاود منين دخل لقى راسو في وسط واحد المجمع سكني اللي هو كبير بزاف، واحد الكامباوند. ولكن راه الا جيتي تشوف راه ماشي كامباوند كيف ما كيوصف هو. قال لك راه مدينه داير عليها السور، وديك المدينه كبيره بزاف. يعني كيف ما كيشوفها هو راه مدينه فيها كلشي، يعني فيها الجرادي فيها لي ريستورو فيها لي زوطيل فيها كلشي كاع داكشي الشانطي الفيروجات. انت كتشوف راسك انك دخلتي لمدينه دايرين عليك بها السور وفيها العسكر. ما ليناش. حمزه ديك الساعه كان في جزيره سميتها ميانمار. هاد الجزيره باش نقول لكم عليها واحد شويه، هاد الجزيره ما حاكمها حتى شي دوله منزوعات السلاح، يعني حاكمينها غير العسكر، والعسكر متحكمين فيهم المافيا العصابات. نرجعوا للقصه ديال حمزه. حمزه في وسط داك المجمع السكني بدا كيشوف ان الحراسه مشدده بزاف وانه ما يمكنلكش تهرب والبق ما يزهق، واكتشف انه بزاف والالاف ديال الجنسيات والشباب والشابات البنات ودراري ومرونه فهمتي جامعين الاف ديال الجنسيات تماك محتاجين، ماشي غير حمزه بوحدو. من بعد ما وصل لحمزه لذاك المجمع السكني ودوز واحد الايامات فيه، واكتشف هذاك السيد المغربي صاحبه اللي قال لي عليه الخدمه في تايلاند هو اللي قولبه ونصب ليه هذا الفخ هذا باش جابو لتماك. هو واحد السيد اخر، هاد الجوج كانوا الثمن الفديه ديالو هو باش يخرج يزهق من ديك العصابه ويزلق بجلدو. حمزه كيعاود انه وسط داك المجمع السكني كاينين شركات
هذوك الشركات بحال لي سونتر دابيل، كتدخل تتلقى باللي الناس خدامين تماك، كاين الماناجر، كاين السوبرفيزور، ناس خدامه تنقول لك، يعني الناس كيخدموا وتيخدموا من 8 ديال العشيه حتى ل 10 ديال الصباح يوميا. واش كتاكلوا؟ كياكلوا غير الروز والرجلين ديال الدجاج اللي حنا كنلوحوهم كنعطيوهم للكلاب وما كنعطيوهمش للكلاب، حاشاكم. هما تياكلوا الروز والرجلين ديال الدجاج يوميا، والى لقيتيه، ولا الروز والبورك اللي هو اللحم ديال الخنزير، وهذا الشيء الا لقيتيه حتى هو. واحد الاداب كيدوزو تماك نفسي ما نقدرش نعاود لكم شي افلام، راه الراس ديالك يحبس، الراس ديالك تشعل فيه الافيه. وناس مغاربه كيعاودوا بلسانهم انه هذا الشيء اللي كاين في هذه الجزيره هذه عمرهم ما شافوه ولو في الافلام. ما عليناش. حمزه من بعد ما دخل لديك الشركه وجلس معاه ديك الرئيس ديال العصابه، السيد اللي مسؤول تماك، هو اللي كيتحكم في العسكر، هو اللي كيتحكم في دوك الناس. حمزه تيعاود باللي الخدمه اللي طلبت منه العصابه انه ينتحل الشخصيات عبر الذكاء الاصطناعي اللي هو AI، وينصب على الناس ويدي لهم فلوسهم ورزقهم. حمزه قال باللي انه رفض هذا العمل، وانه هما من يسمعوا ان حمزه ما بغاش يخدم معاهم بهذه الخدمه هذه هددوه بالقتل وحيدوا ليه التليفون وشدوه ضربوه دقدقوه مزيان، ما بقى عنده حتى شي عظم صحيح، تهلاو فيه ديال بصح، ما كاينش الضحك. تماك حاكمينو عصابات، ودوك العصابات متحكمين في العسكر، متحكمين في القانون تماك، متحكمين في كل شيء. والا ما خدمتيش ولا انك انت ما بغيتيش تخدم، ولا خدمتي بغيتي تخدم ولكن ما نصبتي على حتى شي واحد، ما ديتي حتى شي واحد رزقو، يعني نهارك طلع فالصو، فهمتيني، الريسيطه ما دخلتيهاش. ملي ما كتدخلش الريسيطه كيشدوك كيعذبوك. عندهم غرف بحال داكشي ديال الديب ويب، عندهم البلاك روم، عندهم الوايت روم، وعاد عندهم الريد روم. هاد الرومات هادو على حسب انك انت شنو كدير ولا شنو درتي. وتيقول انه اي واحد طاح بين يديهم عنده 3 ديال الخيارات. هاد 3 ديال الخيارات هما: يا يخلص الفيديو ويخرج في حالاته، يا انك انت تقبل تخدم معاهم وديك الساعه تخلص الفيديو باش يراوك هما وتفديها مع الوقت، يعني تبقى تخلص لهم بشويه بشويه تتكمل الفيديو ديالك وتخرج في حالاتك. ولا ثالث خيار هو انه تخدم معاهم بما تطيح شي واحد في الشبكه. يعني كيف ما داروا لحمزه باش جابوه لميانمار، حمزه خصو يقبل انه يطيح شي واحد في الشبكه عاوتاني ويجيبوه هو في بلاصتو باش يخرج. من بعد مده ما دوز حمزه في ديك البلاصه اللي هي ميانمار، قدر انه يتواصل مع واحد المنظمه ديال المكافحه الاتجار بالبشر. هذه المنظمه عاونته في التفاوض مع ديك العصابه، ومن موراها حمزه قدر انه يخلص 6 المليون من خلال عائلته كثمن الحريه ديالو ويخرج من ديك البلاصه البائسه. كيف ما كيعاود حمزه قدر انه يربح الحريه ديالو من مورا 3 شهور ديال المعاناه اللي دوزها في ميانمار. وعلى ما كيعاود تما كاينين بزاف ديال الناس محتاجين، ومنهم مغاربه، كاينين بزاف ديال الجنسيات العالم اللي محتاجين تماك لوقتنا لهذا. كيف ما حنا باقيين كنهضروا لدابا كاينين الناس باقيين محتاجين تماك، ما كاينش اللي يعاونهم. تخيلوا حمزه كان عنده واحد الكوراج اللي كبير واللي نفعو انه هو ما كيخافش، يعني قدر انه شحال من مره يهضر من التليفون ديالو ويكتب في ستوريات. والناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو ديالي وكيعرفوا حمزه راه غيعرفوا انه واحد المده كان بوستا فيديوهات وكان بوستا ستوريات على انه مختطف وواحد الجزيره فيها هو ما عرفش راسو فين. والناس في الاول ملي كيشوفوا الستوريات ديالو ومنين تشهروا داك الستوريات كانوا كيسحبوا غير هذاك السيد غمطلع محرش وايلي، السيد مختطف وعنده التليفون وكونيكسيون تيهضر كيفاش. ولكن لو كان تسمعوا القصه ديال حمزه وكيفاش قدر يكتب داك ستوري، ولا كيفاش قدر انه يتواصل مع هذيك المنظمه ديال مكافحه الاتجار بالبشر، ولا كيفاش يصيفط اللوكاليزاسيون للعائله ديالو والمالين الدار، راه شي حاجه اللي ما يصدقهاش العقل. اللي نبغي ننصح الدراري ولا البنات اللي كيفكروا انهم يمشيو برا ولا كيفكروا انهم يغيروا حياتهم للاحسن، كيفكروا يقلبوا انهم يمشيو لشي بلاد اخرى ويكتشفوها ويخدموا فيها ويشوفوا الافاقات اللي فيها، الله يرحم لكم الوالدين. ما تبقاوش تثقوا بدوك الاعلانات اللي كيديروهم في فيسبوك، الاعلانات اللي كيديروهم في لينكدين، الاعلانات اللي كيديروهم في انديد واكثرين في الفيسبوك. ولا يدخل عندك شي واحد يقول لك راه كاينه خدمه ب 20,000 دولار للشهر ولا 10,000 دولار ولا 15,000 دولار، وهذيك الخدمه انت عارف انها ما كتخلصش بداك الثمن، واخا يطم معاك في الفيزا واخا يطم معاك فلوس الطياره. ديروا بالكم وردوا بالكم. القصه ديال حمزه ما بين الناس اللي تبعت الاعضاء ديالو ما قدرش انه يوصل صوته، ما بين الناس اللي باقيين مختفين لدابا لحد الان، لا في جزيره ميانمار لا في البرازيل لا في ماليزيا لا في تايلاند. بزاف الناس كيتعرضوا لعمليه النصب من اخوانهم نيت من المغاربه. مغربي بحالك بحالو ينصب عليك، علاش؟ حيت كيشوف راسو انه هو قادر يسلك بروحه، خاصو يضحي بك انت. ولكن انت خصك تفكر بعقلك، تقول انه علاش انني انايا جا عزلني ما بين 100 واحد، جا عزلني ما بين 1000 واحد، جا قال لي باللي هذه الخدمه هذه كتخلص 20,000 دولار وبغيتك انت تمشي، علاش ما يديش خوه؟
علاش ما يديش اختو، علاش ما يديش بنت عمو، علاش ما يديش ولد خالو، علاش يديك انت بالضبط؟ السيد مقطوع من الشجره، الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. وكنتمنى هذه القصه هذه تكون عبره لبزاف ديال الناس اللي باغيين يبدلوا حياتهم واللي باغيين يخدموا في شي بلاد اخرى ولكن كيتسناو غير ديك الفرصه. حتى لهنا الحلقه ديالنا سالات، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله ومع موضوع جديد. وكنتمنى تعجبكم هذه الحلقه هذه وعلى الاقل استفدتوا منها شي حاجه. تبقاو على خير. تشاو.